وفي القاهرة دعا البيان الختامي للاجتماع الدوري الأول لطيار الغد السوري إلى إيجاد تفاهم روسي أمريكي يعمل على صياغة حل عاجل يؤدي إلى إنهاء نزيف الدم في سوريا. كما دعا البيان الدول العربية إلى تقديم مبادرة عربية يكون للسوريين دور كبير بها وتحظى بقبول روسي أمريكي. بعد 6 أشهر من تأسيسه جاء الاجتماع الأول للأمانة العامة لتيار الغد السوري في القاهرة، وخلال الاجتماع تم الخروج بعدد من التوصيات على رأسها فتح جسر من التواصل مع القوى الدولية الفاعلة لحل الأزمة السورية. من مصلحة شعبنا السوري إيجاد تفاهم روسي أمريكي يعمل على صياغة حل عاجل يؤدي إلى إنهاء نزيف الدم المنهمر في شوارع مدننا وقرانا. إعادة أيضا الدور إلى المجموعة العربية، جماعة الدول العربية وبالذات الدول الوازنة وهي المملكة العربية السعودية ومصر، من أجل أن تعود الدول الفعل. ومع الحديث عن ضرورة تفعيل الحل السياسي في سوريا، ناقش الاجتماع الجهود الدولية الرامية لوقف العمليات العدائية للتخفيف من معاناة الأهالي في ظل مساع تقودها موسكو وواشنطن لاستئناف المفاوضات مجددا ومبادرة جديدة للمبعوث الأممي. نحن بحاجة إلى أن نفهم من السيد دي مستورة في الأيام المقبلة على أي شيء تبنى هذه المعادلة الجديدة، هذه المبادرة الجديدة، هذا الموقف الجديد. ولربما تكون الأمم المتحدة تستطيع في بعض الأحيان أن تقدم، ولكن هذا يعتمد هل تستطيع الدول أن تضغط في أن تعين الأمم المتحدة على أن تطبق. بنبرة تشاؤمية كان الحديث عن الجهود الدولية لاستئناف العملية السياسية بسبب العمليات العسكرية في الأراضي السورية، على أبرزها عملية درع الفرات التي تقودها أنقرة. هي ضمانات لكي تضمن لنفسها تركيا مسألة علاقتها مع الكرد. ما بين فصائل مسلحة ومعارضة سياسية ونظام سوري وتدخلات أجنبية، يبقى الحل السياسي السوري بعيد المنال دون وجود أرضية مشتركة تجمع بينهم. توصيات هامة تخرج من رحم تيار الغد السوري بعد يومين متتاليين لاجتماعات الأمانة العامة والمكتب السياسي، ليبقى فاعلية تطبيق هذه التوصيات معلقا على مدى مواجهة المشهدين السياسي والعسكري. أحمد عبد الصمد، قناة الغد، القاهرة.